الزملكاوي شيكا، فتوح، الونش، طارق حامد، الناس الزملكاويه. استنى بس، امام الزملكاوي؟ لا، وانا بقول لك لو لعبت في الزمالك ماتش ما كنتش هطلع من الملعب، انا كنت بقى في حته ثانيه. 80% مبوظين الكوره في مصر الوكلاء. 80% ايه؟ مبوظين الكوره في مصر الوكلاء. مبوظين الكوره. مفيش مواهب. اصل انا حكم عايز انجح. اه انت اعلامي عاوز تنجح. دي مدرب عاوز ينجح، فانا عايز انجح مصلحتي. حلو. فانا مش هاجي مصلحتي عشان قالوا الزمالك مش هيفيدوني بحاجه. ان زيزو هيقعد يلعب في الزمالك هياخد له مبلغ، مش هياخد نفس المبلغ اللي هياخده هناك في السعوديه برضه. القمر شيكابالا. شيكابالا عمر ولا ابو تريكه؟ طبعا. من وجهه نظري الكوره في مصر اهلي بس، اهلي ثم زمالك. اهلي الكوره في مصر اهلي؟ ليه بقى؟ الاهلي بيعمل كل حاجه، اللي عاوز ياجل بيأجل، لو عاوز يلعب بيلعب، لو الزمالك يلعب قبل الاهلي هيلعب، لو عاوز يأجل ماتشات هيأجلها. يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من كلام جامد مع حامد. ضيفنا النهارده قصته غريبه جدا. لاعب راح نادي الزمالك في صيف 2017 وما شاركش في ولا دقيقه، زي ما انا بقول لك كده، ولا دقيقه شارك فيها. فحبينا النهارده اللي هو يكون موجود معانا علشان يقول لنا ايه الكواليس دي، خاصه ان نادي الزمالك في اي صفقه كان بيجيبها كان بعد 5 دقايق بتنزل الملعب. ضيفنا النهارده هو محمد رمضان، لاعب نادي الزمالك السابق. اهلا بيك يا رمضان، منورنا ومشرفنا في كلام جامد مع حامد. اهلا بك يا كابتن محمد، انا جيت عشان حضرتك عندي كلام كنت لازم اقوله، لازم الناس تعرفه. فانا سعيد جدا لما حضرتك النهارده يعني. الشرف ليا حبيبي يا كابتن. في البدايه كده، انت في صيف 2017 كنت موجود، كان نادي الزمالك جاب حوالي 11 او 12 صفقه، 17 صفقه او 17 كمان، 17 صفقه. ومحمد رمضان اللعيب اللي كان عليه ضجه واللي المفروض كان جاي من بتروجيت في الوقت ده، اللي هو كان في كلام من الاهلي لا ده رايح الزمالك، وبعد كده كان موجود في الزمالك وما شاركش في ولا دقيقه. ايه السبب؟ انا كنت هحكي بس قصه بسيطه كده. قول لي. انا اصلا زملكاوي صميم، فانا فضلت نادي الزمالك على النادي الاهلي. فضلت الزمالك على النادي الاهلي؟ انا بتروجيت كنت مكسر الدنيا، قعدت مع كابتن طلعت ومع الكابتن حسن شحاته اخر فتره ليا، وجه كابتن محمد يوسف، فانا جالي ساعتها الزمالك، فقلت الاهلي، فجالي الاهلي. فالزمالك المفاوضات جد، يعني المفاوضات جاده شويه. ماشي. فقلت اروح الزمالك، انا فعلا زملكاوي جدا، بحب الزمالك جدا، وكان نفسي العب في نادي الزمالك. فرحت الزمالك، فلما جه العرض ما اتاخرتش، فقلت لا هروح نادي الزمالك. حلو. حتى عمل يعني في حصل خلاف بيني وبين الكابتن نادر الشوقي، كان وكيلي، فكابتن نادر الشوقي قال له اصبر شويه انا هوديك النادي الاهلي. يعني انت كان وكيلك كابتن نادر الشوقي؟ حلو. نادر الشوقي كان خلاص متعاقد معاك اللي هو يوديك الاهلي. حلو. قبل ما اكسر الدنيا بتروجيت، انا كنت مع نادر الشوقي. بتروجيت كمان. حلو. كنت مع كابتن نادر الشوقي. تمام. فنادر الشوقي قال لي اصبر يا رمضان انا هوديك الاهلي احسن، انا شايف من وجهه نظري ان انت تروح الاهلي احسن. تمام. فقلت له لا يا كابتن انا هروح الزمالك. بس في حد كلمك من الاهلي؟ كان الدكتور عصام سراج. دكتور عصام سراج كلمك ساعتها؟ قال لك ايه؟ قال لي يا رمضان احنا متابعينك واحنا عايزينك معانا فالزمالك حسيت ان الموضوع جد. فما حصل خلاف بيني وبين كابتن نادر الشوقي وبتاع، فانا قلت هروح نادي الزمالك، فخلاص قررت ايه سبب الخلاف؟ لا هو كان عايز يوديني النادي الاهلي. حلو. قال له اصبر شويه انا هوديك الاهلي. فانا قلت له يا كابتن لا، قالوا الزمالك ما حدش يقول لهم لا، فالزمالك الموضوع جد شويه. طب كان بيتقال ان نادر الشوقي عشان دايما مع الاهلي في الصفقات فما كانش ينفع يدخل صفقه في الزمالك. هل الزمالك هما بيكلموك مثلا حد قال لك لازم تسيب نادر الشوقي علشان تيجي الزمالك ولا لا طبعا ما حصلش الكلام ده. هم عارفين اصلا ان هم وكيل نادي، كابتن نادر الشوقي كان وكيل. فحد من الزمالك كلم نادر ولا ما تسمعش للناس؟ ما احنا جايبينك عشان تقول. فالمجال ده معظمه كلام. حلو. فكله بيضحك على بعض. فانا بقول لك نادر الشوقي لا، فنادر الشوقي قال لي كده مش عشان نادي الاهلي في الزمالك، لا هو قال لي انا شايف كمصلحتك وكمصلحتي انا فانك تروح نادي الاهلي الفتره دي. انت مكسر الدنيا ببتروجيت، فاصبر انا هديك نادي الاهلي. ونادر بسهوله اداك الورق اللي انت ماضي عليه اللي انت ما تاخرش عني الصراحه. هو قال لي يا رمضان انت مش عايز نتعاون مع بعض انت ليك وجهه نظر تاني وانا ليا وجهه نظر تاني وانت مش عايز تقرب وجهه النظر. فالراجل الصراحه فخدت عقد منه من غير اي مشكله، فكانت نادي من الشخصيات المحترمه. طب بعد اللي حصل لك في الزمالك ندمان ان انت ما رحتش الاهلي؟ طبعا. ندمت ان انت لعبت في الزمالك؟ طبعا. ورجع بيا الزمن لا ما ندمتش. امال ايه؟ محدش يقول لي الاهلي والزمالك لا. حلو. فانا لو رجع بيا الزمن اروح الاهلي. تروح الاهلي؟ ليه؟ الزمالك ما خدش فرصتي. وكنت من احسن ناس بتمرن. وكان بوشه مقتنع بيا جدا. حلو. بس كنت بلعب في اماكن مش غير اماكن، يعني انا بلعب باك ليفت هاف ليفت، انا بلعب ساعه 10 سنه العاب. حلو. وبلعب هاف رايت، كان بيلعبوني باك ليفت وكنت بجيت في المركز ده. انا اعدي اعمل كروسات واجيب جوان فكنت بجيت في المركز ده. تمام. فحد مسؤول من الاداره او مسؤول من الجهاز الفني كان موجود في المدرب قال لي انت مش شايف مصلحتك معايا، بس انا مش هينفع اقول اسمه. لا يعني ايه مش شايف مصلحتك معايا؟ يعني عشان يعني اديله فلوس عشان العب. تديله فلوس؟ بالعربي كده. لا انت بتقول كلام خطير. والله بكلمك جد. انت مسؤول عن الكلام على مسؤوليتي طبعا.
في حق مدرب في نادي الزمالك طبعا قال لك انت مش شايف مصلحتك مش تدفع شايف انت فلوس؟ مش شايف مصلحتك معاه رمضان. يعني ايه مش شايف مصلحتك معاه؟ اه واضحه يعني. قال لك يعني هتدفع فلوس هتلعب. معلش ادفع فلوس، قال لي انت مش شايف مصلحتك معايا. دي طب معناها انت ايه؟ فسرتها خلاص اللي هو لازم تدفع. طبعا ما مصلحتي يعني ايه مش شايف مصلحتك معايا؟ انا مش شايف مصلحتك معايا يعني ايه؟ بس انت في حاجه، انت ما لعبتش غير مع نبوشه وكابتن ايهاب جلال. ايوه بقول لك يعني واحد في الجهاز بتاع نبوشه مش كابتن ايهاب جلال. واحد في الجهاز بتاع نبوشه. كابتن ايهاب جلال قال له اقعد يا رمضان وانا هديك الفرصه لا وتلعب. لحظه بس كده عشان ما اتفضل نروحش ايه، ما نهربش اتفضل. خلينا واحده واحده. اتفضل. واحد في جهاز نبوشه قال لك انت مش شايف مصلحتك معايا. ماشي. مش طب هينفع هو اقول عايز، اسمه. مش هينفع تقول اسمه. طبعا يعني عايز فلوس عشان تلعب. معناها كده. انا بقول لك يا حمد انت مش شايف مصلحتك معايا، انت تاخد عني انت بقى ايه المصلحه؟ اكيد الماده. ممكن تكون عشان ما تخرجوش مع بعض. لا لا هو مش صاحبي، مش صح. هو الكابتن بتاعي اه بس هو مش صاحبي هخرج معاه ليه؟ فاهم؟ وانا من دور اولاده مثلا فهخرج معاه ليه؟ مش كده خالص. ممكن بقى فلوس انت ما تجيبليش هديه كده، مم. فانا مش هينفع طب اقول اسمه. طب هل في حد من اللعيبه كان بيعمل كده معاه؟ كتير كان بيجيبوا له ايه؟ كتير. ايوه كان بيجيبوا له. ايفونات وهدايا كتير او بجد على يدي. والله؟ والله. يعني الشخص ده كان بياخد تليفونات أيوة. وهدايا أيوة. وايه تاني؟ وكان باخد فلوس كمان. فلوس؟ بس انا مش هقول الاسم. كام مثلا؟ لا ما اعرفش القيمه صراحه عشان يعني مثلا رينج، ما انت لا. بتقول انت عارف اللي ما انت عارف اعرفش هو كان القيمه، لا بياخد ما اعرفش. ما اعرفش القيمه. طب وايه هدايا تاني غير الايفون؟ ما اعرفش برضه والله. يعني كان في انا ايفون؟ اللي ظهر قدامي ايفونات وفلوس والكلام ده بس كام ما اعرفش طب في صراحه. حد من اللعيبه قال لك روح اعمل كده عشان تلعب؟ الناس كانت معايا بتروجيت. كان معاك في بتروجيت مش في الزمالك؟ اه قالوا لك ايه؟ قالوا لي قالوا لك قالوا ايه؟ شوف مصلحتك مع حامد اعمل معاه كذا كذا. اه فانا قلت لهم لا انا مش هعمل كده. انا بلعب بمجهودي وانا لو خدت فرصه في نادي الزمالك مش هطلع من الملعب. لو كنت خدت فرصه في نادي الزمالك مش هطلع من الملعب. انا عارف انا بقول لك ايه كويس. عشان انا جاي كنت يعتبر من احسن لعيبه في مصر في الرقم ده. مم. رقم 10 بتروجيت. بس الكلام ده غريب قوي، يعني يحصل في نادي الزمالك؟ طبعا. طب ده المدرب بس ولا في برضه ناس اشخاص تانية ولا؟ لا هو كان مدرب في الجهاز. انا يعني مش عشان حد وحش يبقى نادي الزمالك وحش، لا نادي الزمالك نادي كبير مم. وكان كبير واي حد في الدنيا يشيله شرف لو يلعب في نادي الزمالك. مش مم. محتاجه كلام. بس نادي الزمالك وعايز اقول لك على حاجه. اه انا احسن رئيس نادي اتعاملت معاه في حياتي في مسيرتي مستشار مرتضى منصور. احسن رئيس نادي؟ اشمعنى؟ هو كان بيحبني جدا جدا. مم. وطالع في برامج التلفزيون في مع واحد قال لك انا فين محمد رمضان ما بيلعبش ليه؟ وفين مدبول ما بيلعبش ليه؟ فين اللعيبه اللي انا جايبها دي ما بتلعبش ليه؟ طب السؤال ده ما كنت هسأله لك كده، هو ما كان مرتضى منصور بيطلع في تصريحات تلفزيونية أو بعد المباراة ويقول نبوشة لعب كذا وأنا جبت لك 17 صفقة وأنت ما بتلعبش اللعيبة دي وأنت ما بتلعبش رمضان، لا ما بتلعبش الشامي وهكذا. تمام. هل ده كان جوه في أوضة اللبس بيعمل أزمة سواء مع المدير الفني أو اللعيبة؟ يعني أنتوا ما بينكم وبين بعضكم كان بيحصل إيه؟ ما بتسمعوا التصريحات دي؟ مستشار مرتضى منصور معروف اللي هو بيطلع في كل البرامج. حلو. وبيطلع في كل القنوات. حلو. فاحنا الكلام ده احنا كلنا كنا عارفينه جدا. فهو ما كانش بيأثر علينا. ما كانش بيأثر؟ لا. فاللي كان يقول لك المستشار كان بينزل او بيلاعب، لا. طب ما هو قال فين محمد رمضان وفين مدبولي ما كانش بيلاعبنا ليه؟ ما دام هو بقى بيلاعب وبيحط يعني ما كانش بيحط التشكيل؟ لا ما بيلعبناش ليه؟ ما هو اللي جايبنا. اه ودافع فينا فلوس وودى لعيبه قصادي وفلوس. حلو. طب ما بيلعبنيش ليه؟ ما دام هو اللي بيحط التشكيله وما بيلعبنيش ليه؟ ازاي طلع في احد البرامج قال لك فين محمد رمضان وفين مدبولي وفين اللعيبه اللي ما بتلعبش؟ طب انت يعني كان جمعك لقاء بين مرتضى منصور؟ كتير. كان بيقول لك ايه؟ قعدت معاه كتير. كان بيقول لي اتمرن تشد حيلك رمضان انت لعيب كويس واحنا واثقين في قدراتك وامكانياتك. فانا اتعاملت معاه صراحه شخصيه من غير الكلام اللي بيتقال عليه خالص. اللي هو الكلام اللي هو بيحب الشو وبيحب الكلام وبيقعد يشتم في ده يشتم في ده، لا. المستشار مرتضى منصور متعامل معاه بني ادم طيب جدا صراحه. طيب. جدا. ما بيحبش الشو. بقول لك بني ادم طيب جدا. اه هو بقى بيحب يطلع في البرامج في الحاجات دي. كل واحد كده ربنا مديله خصوصيه. انت ممكن تحب الاعلام، انا بحب مجال التدريب، بحب هو حابب كده وبيحب الحاجه دي. حلو. هو بيدافع عن نادي الزمالك. هو بعد ما مرتضى منصور ما مشي نادي الزمالك ما حدش عارف ياخد حقه. بيدافع عن نادي الزمالك؟ طبعا. محدش عارف ياخد حق نادي ايوه الزمالك؟ ايوه بعد المستشار مرتضى منصور. ليه؟ زي ايه مثلا؟ انا بقول لك زي اي حاجه تحصل مثلا في النادي اللي بيحصل دلوقتي في النادي مثلا. ايه اللي مش عاجبك اللي بيحصل دلوقتي؟ حاجات كتير. يعني الماتش اللي احنا انسحبنا فيه ورجعنا لعبنا تاني، الماتش الاهلي اللي انسحبنا فيه. طب بس ما مرتضى منصور انسحب برضه في ماتش الاهلي ساعه الباص بتاع بس حققنا الطلبات اللي هو كان عايزها. حلو. الوقت الفاضي ده ما حققناش الطلبات اللي انا عايزها. ايه اللي حققت لي الطلبات اللي انت عايزها؟ طب انت قيم مرتضى منصور كام من 10 كمجلس كرئيس انا نادي الزمالك؟ اديله 9 من 10.
كمحمد رمضان كابتن حسين لبيب ما اتعاملتش معاه. لا في اللي بشوفه الظروف بقى اللي انت في اللي بشوفه 5 من 10. 5 من 10. بس الناس بتقول ان مرتضى منصور السبب في اللي بيحصل في نادي الزمالك من ازمات، ان هو في ايقاف كتير حصل بسبب ان اللعيبه ما كانتش بتاخد فلوسها، في اللي هو ايجار المحلات اللي هي متاجره لاكتر لسنين قدام بال20 سنه و10 سنين. انا شايف مش ده شعب إيه؟ الناس، خلي اللي يقول. لا المستشار ده سايب ورقة سايب المجلس سايب نفسه المستشار طلع سايب ملايين جوه في الخزنه. سايب اللعيبه كانت ملايين. عارفه كده. اه والله العظيم ما بكدب ده عليك. فترتك مش الفتره الاخيره دي. ايوه انا بتكلم على الفتره اللي كنت بتتكلم على موجود فترتك فيها. سايب ملايين. طب هو كان بيجي فعلا قبل ماتشات الاهلي والزمالك كان بيدي فلوس لعيبه كتير؟ لا كانش لا بيعمل كده؟ ماتش زي ولا ماتش كان مكافآت؟ بيحفظنا. لا هو كان بيحفظنا بس ماتشات قمه مش محتاجين كلام. فكل اللي بيلعب في الاهلي زي ما هم عارفين اللي هم لعيبه كبار. كان في بعض اللعيبه بتتضايق ان مرتضى منصور بيعمل اجتماع بيهم ويصورهم فيديو وقبل الماتشات. في لعيبه كانت بتتضايق مثلا من الحاجات دي. ليه؟ ايه اللي لا كان انا ما بيحصل؟ بحبش الحاجات دي. تقدر هو كان تقول؟ مفكر انه بياخد اللقطه بسببهم. لا مم. هو كان مرتضى منصور مش محتاج ياخد لقطه. مش محتاج ياخد طبعا. لقطة. اللعيبه كانت زعلانه ليه بقى؟ في لعيبه كانت زعلانه كتير. انا عن نفسي كنت مبسوط عشان انا بحبه. اه كنت بحب اقعد اسمع منه واتعلم منه واتكلم واسمع كلامه وبتاع. فكان معظم كلامه كله مثلا نقعد نتكلم شويه في الجد، ومعظم كلامه كله تهريج وضحك وهزار طب تتمنى ان مرتضى منصور يرجع رئيس نادي الزمالك في الفتره طبعا دي؟ انا بتمنى طبعا. تتمنى. كمحمد رمضان بتمنى. مم. طيب انت كنت موجود في نبوشة اللي انت بتقول ان احد اعضاء الجهاز الفني، وده طبعا حد مصري ولا اجنبي؟ هو واحد في الجهاز الفني. ماشي تمام. معلش انت بقى بالكلام تقول له مصري ولا اجنبي، انا بقول لك واحد في الجهاز الفني، انا مش هقول اسمه. تمام. والكابتن ايهاب جلال، هل انت بقى كمحمد رمضان ما رحتش اتكلمت مع نبوشة او كابتن ايهاب جلال تقول له انا ما بلعبش ليه او ما بشاركش ليه؟ لا مش من عادتي. مش من عادتك. طب ده مش شايف ده ان حاجه غلط؟ مش شايف من وجهه نظري مش غلط. ليه؟ انا بحب انزل اتمرن وبعمل اللي عليا، واللي بتاع ربنا رزق. بس انا في فتره الزمالك دي فعلا اتظلمت. ظلمت. بلعب في مكان مش في مكاني. انا جاي 10 جايب تمام. 7 اهداف، عامل 10 اهداف في بوتوجيت، تمام جاي نجم الفرقه. تمام. جاي ما خدش فرصتي، فكل الناس اللي جت معايا كل الصفقات اللي خدت لعبت في مكانها الا انا. مم. بس كان بيتقال عليك ان محمد رمضان عنده اصابه مزمنه في الركبه. طلع عليا فتره في الزمالك كده بس لا. بس لا. طلعوا عليا ناس طلعت عليا في الزمالك كده. مين اللي طلع عليك؟ ما اعرفش. محمد رمضان عنده اصابه مزمنه، ما حصلش الكلام ده. حسيت بايه ساعتها؟ انا كشف الطب طبعا نفسيتي زعلت شويه من الناس. انتوا ما شفتوش حاجه. وانا عشان جيت حضرت مؤتمر واتمرنت اول تمرينتين وجالي التواء في الوتر الخارجي. اه فقعدت اسبوعين، فخلاص كده جالي مازف او اصابه مزمنه. لا لا طبعا ما ينفعش. حسيت بايه ساعتها؟ حسيت بالزعل وكنت عايز اطلع ارد ما طلعتش ارد. ما ليه؟ رضيتش، ما بحبش اطلع ارد. ما بحبش ممكن يكون في حد من جوه النادي اللي قاصد كده؟ الله اعلم عشان ما اظلمش حد. ما اعرفش. تعرفش؟ ما اعرفش. لو اعرف حامد كنت قلت له يا حامد انت قلت عليا كذا كذا، انا من عادتي دي. اه بس انا ما اعرفش مين اللي قال. فمواقع كتير كاتبت كده. مم. بس انا مش فارق معايا كلام الناس اللي يقول واللي يكتب عادي يعني. كنا دايما بنسمع ان نادي الزمالك خلال تواجد مستشار مرتضى منصور رئيسا للنادي ان دايما بيكون في شيوخ مع اللعيبه في المعسكرات وهكذا. الكلام ده صح ولا غلط؟ الصراحه حصل مره وانا موجود. حصل مره. مش عارف الفتره الاخيره دي بقى في الكلام ده ولا لا الصراحه. ايه اللي حصل؟ جالنا شيخ قبل كده كان باسم مرسي الدنيا واقفه معاه شويه، ما بيسجلش اهداف وبتاع وكان في لعبه بتصاب كتير وبتاع. فجالنا الشيخ بقى قعد مع كل واحد ازاي كده كذا كذا قعد كده مع يعني. كل واحد؟ قعد مع كل لاعب. يقول له ايه بقى؟ لا مثلا قال لي انا رمضان. قال لك ايه؟ قال لي انت مثلا شايف ان انت مش مبسوط هنا، انت في حاجه مضايقاك كتير هنا. قلت له حصل. انا كمحمد رمضان ما بيقعد مع كل لاعب لوحده. مع الفرقه كلها 30 لاعب؟ اه انت كان باسم مرسي كان ما بيجيبش اهداف؟ كان بس انت مرسي كنت الدنيا كانت مصاب؟ معاه مش حلوه وانا كنت مصاب، فطلعت من الوتر ومين الخارجي فجالي الضمه، فالدنيا كانت مش احسن حاجه معايا. ومين تاني من اللعيبه كان عنده حاجه؟ 30 لاعب بقى قعدوا 30 لاعب كل واحد عنده مشكله. كل عنده مشكله، والراجل بقى بيقول وهو بيقول بقى. قال فاللي لك مضايقك اللي مزعلك زي اعتبر زي حد نفساني كده. يا طيب نفسي. بس هو شيخ. بس هو شيخ. قال لك ايه بقى؟ بقول انت شايف ان انت مش مبسوط، انت اتصبت كتير، فانت في حاجه كده ضغطاك ومتضايق. فقلت له فعلا ايوه في كلام بيطلع عليا انا ما عندي سموم مزمنه والكلام ده ما حصلش. بلعب في مكان مش مكاني، فبرضه دي مأثر عليا معنويا. فحتى كده راجع يعتبر مش شايفني، فمهما اعمل اللي انا عملت كسرت الدنيا في المكان ده هو مش مكاني. انت اوريدي مش هيلاعبني في الحته دي. حلو. فدي ده طبعا اللي تعبني. طب فانا مشيت، فدخل بقى باسم. حلو. فما اعرفش قال لي باسم ايه بقى زي ما بقول لك كده. فانا بس فعلا الفتره دي كان فعلا اهدافه وما كانتش طب وانتوا كلاعيبه اصلا بالنسبه لكم الموضوع ده عادي؟ هنعمل ايه؟ تعملوا في ايه؟ عندنا تعليمات بكده، هنعمل ايه؟
تعليمات هنعمل ايه؟ كانت بتجيلكوا تعليمات من مين؟ الموجودين اللي كان ماسك مدير الكوره ساعتها مش متذكر اسماعيل مين. يوسف ولا كان مين؟ لا مش متذكر مين. كان الكابتن ايمن حافظ كابتن معانا حافظ. كان كابتن موجود. من حافظ. كان بيجي لنا تعليمات كذا كذا، بنقعد نقعد، فانا كده بنيجي يعني بنادي كان بيجي يقول بالتوجيه. لكم ايه؟ كل واحد يطلع يقعد مع الراجل شويه، في 1 2 3 4 واسمعوا من الراجل يسمع منكم بس. فانا بتقعدوا فين بقى في النادي؟ فوق في الاداره فوق في مبنى كده، في مبنى. في مكتب اوضه كده مقفول علينا، مكتب قاعدين انا وهو وانا وغيره بس وخلاص. طب ف 10 دقايق بالظبط وبنمشي طب يعني. وايه موضوع اللي كان فيه اعمال بتتعمل للفرقه والكلام ده؟ لا ما اعرفش الكلام ده، مفيش. ما حضرتوش انا، لا ما حضرتوش. اه والله. بس انت مفيش حاجه حصلت ان حد قال لك هجيب لك حاجه وفي عمل ليك والكلام لا ده؟ لا 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 مفيش الكلام. مين قال الكلام ده؟ هم الناس اللي بتقول، لا احنا لا بنسال. لا. بس حسني فتحي كان ضيفي هنا وقال ان كان في حاجات منه بتتاخد. حسني كان قبلي اه في السنه اللي قبلي. حلو. انا رحت بعد ما حسني مشي. كان حسني وكان جيله محمد مسعد وحسني فتحي وعلي فتحي كل دي كان جيله هو. انا رحت بعد اي بقى. حد فتحي كان ايوه كان موجود بالظبط، فعلا كان فعلا ده حقيقه. كان محمد مسعد وحسني وعلي كانوا هم دي. انا رحت لقيت علي هناك كان في قمه الانتصار. فانا رحت يعني. تمام. طب كان بقى في شيخ بيجوا معاك وانتوا مثلا رايحين لفرقه تلعبوا فريق في الباص؟ مفيش مره حصلت. طب كان حوار لو ينزل معاكم التدريب الكلام ده كان صعب؟ لا مفيش ولا مره حصلت من كده في الفتره اللي انا كنت متواجد فيها. انا بتكلم على الفتره اللي انت متواجد فيها. لا. طب الفتره اللي انت متواجد فيها اكيد لعبت الاهلي، هل برضو كان بيجي شيخ قبل ماتش الاهلي؟ لا بيجيش. مفيش الكلام ده الصراحه. مفيش الكلام ده. الشيخ يجي يعمل ماتش الاهلي. ما احنا بسالك انت انت هيجي يعمل قاعد معاك وبيسالك. حصل، بقول لك الحاجات اللي حصلت. ايوه انا بسالك. فلا ما حصلش الكلام ده خالص والله. قلت لو رجع بيك الزمن تاني مش هتروح الزمالك وهتلعب في الاهلي، ليه؟ عشان انا ظلمت في نادي الزمالك ومش عايز اجرب التجربه دي تاني. فالنادي الاهلي كان فيه استقرار الاهلي دوله. هي دوله طبعا. كلمه كبيره دي. طبعا. ليه دوله؟ الاهلي دوله، الاهلي كل حاجه. يعني ايه كل حاجه؟ الكوره في مصر اهلي بس، اهلي ثم زمالك. اهلي الكوره في مصر اهلي؟ ليه بقى؟ الاهلي بيعمل كل حاجه، لو عاوز ياجل بيأجل، لو عاوز يلعب بيلعب، لو الزمالك يلعب قبل الاهلي هيلعب، لو عاوز ياجل ماتشات هيأجلها. النادي الاهلي هو كل حاجه، ما كل الناس عارفه كده مش انا بس. لا يعني ايه اجل ماتشات وهو اللي يلعب والزمالك؟ الاهلي بيعمل كل حاجه، اسمع بقول لك عليه. ايوه يعني ايه موقف ايه؟ اديني دليل. هقول لك على حاجه. ماتشات الزمالك قال لك مش هلعب ماتش الاهلي لما الاهلي يلعب مؤجلاته. حلو. الاهلي يلعب مؤجلاته. لا انت بتتكلم عن الفتره دي، انا بتكلم في الفتره انا بتكلم الفتره اللي فاتت دي. لا انا بتكلم في الفتره اللي انت موجود فيها في الزمالك. يعني انت دلوقتي انت بتقول ان الاهلي هو الدوله، والاهلي لو عايز يعمل اي حاجه بيعملها. ده حقيقي. طب ايه اللي حصل في الوقت اللي انتوا كنتوا فيه؟ قول لي مثلا. هقول لك موقف مثلا لما كنت انا في الزمالك. حلو. كان احنا عندنا ماتش رسمي وكان الاهلي المفروض يلعب قبلنا بيومين. حلو. فالاهلي اجل الماتش يلعب بعدين احنا، مش هيلعب قبلنا احنا، وفعلا الماتش اتاجل له فعلا. اتاجل. طب وانتوا كلاعيبه قلتوا ايه بقى؟ احنا مالنا هنعمل ايه؟ احنا كلاعيبه هنعمل ايه بايدينا؟ ايه؟ مش بتاعتنا. اكيد بتتكلموا. طبعا. يعني مصر كلها عارفه ان الاهلي دوله. 80% من الشعب اهلاوي. يعني انت قصدك ان جمهور الاهلي اكتر من الزمالك؟ 80% من الشعب اهلاوي، مش شعب اهلاوي بقى. طب طالما انت عارف ان 80% من الشعب اهلاوي وانت عارف ان الاهلي هو الدوله، ليه ما رحتش الاهلي؟ عشان انا بحب الزمالك. انا زملكاوي وكان الموضوع بجد، وانا كنت نفسي العب في الزمالك وكنت عايز اطلع الزمالك. لعبت الزمالك كلهم موهوبين فعلا، مدرسه الفن والهندسه. فانا عشان الحمد لله ربنا مديني الموهبه، انا كنت عايز العب هناك، كنت عايز اظهر موهبتي هناك. بس الظروف اللي حصلت معايا فبوظت معايا الدنيا خالص. طب ليه موهبتك ما تطلعش في الاهلي؟ ما انا ما جربتش الاهلي. فبقول لك بقى ارجع بيها الزمن تاني هروح الاهلي. بالنسبه ان انت كلاعب حريف وكنت موجود فتره كان كلاعب في الدوري عموما. تمام. اكيد ده قابلت وليد سليمان، اكيد برضه في فترات كنت متواجد وبتريكا بيلعب ولا ما لحقتش خالص؟ لا ما لحقتش خالص. ما لحقتوش. طيب فتره من الفترات كان بالنسبه انت كلاعب حريف واللاعب اللي بتحب الكوره او بتلعب كويس، بالنسبه لك سواء لاعيبه شفتها او ما شفتهاش يعني في الملعب او مش او شفتها وانت في التلفزيون، شايف مين الامهر، شيكابالا ولا بوتريكا؟ الصراحه موضوع مقارنه صعبه، ليه الاثنين من احسن لمسوا الكوره في مصر. مش على كابتن ابو تريكه وكابتن شيكابالا، انا ما لعبتش مع الاثنين. ماشي ما لعبتش مع الاثنين بس كان محمد رمضان دي بيمتعني ودي بيمتعني، دي له اسلوب لعب ودي اسلوب لعب. بس الامهر مين برضه؟ الامهر شيكابالا. شيكابالا امهر ولا ابو تريكه؟ طبعا من وجهه نظري امهر. ابو تريكه بصير يعمل لك ثرو، يعمل لك حته كده بالخارجي بتاع، ان ابو تريكه موهوب. شيكابالا بقى شيكابالا موهوب حريف، بيعمل حاجات غريبه زي بتتفرج على ميسي كده. هو طبعا مفيش مقارنه، تحب الكوره تيجي لميسي، انت بتحب الجيل تتفرج عليه، انت تحب الكوره تيجي لشيكابالا تتفرج عليه.
زي ما يعني الكوره انت بتيجي شايف ان لفتوح. ميسي يعني شيكابالا يعني زي ميسي اللي هو لا يديله طبعا الكوره؟ مش مقارنه. مفيش مقارنه. انت طبعا انت انا بقول لك ركز. الناس بتحب اه ميسي، الكوره تجي عشان تتفرج على ميسي، اللي حلو بيحبوا ميسي. ماشي. فانا عشان زملكاوي انا بحب الكوره تيجي لشيكابالا اتفرج عليه، بحب الكوره تيجي لفتوح عشان اتفرج عليه. فتوح. اه طبعا. مم. لو تقول كنت بحب الكوره تيجي لايمن حفني عشان اتفرج عليه. ايمن حفني كان معايا في نفس السنه. كان معاك في نفس السنه. اه طب انت شفت شيكابالا طبعا في التلفزيون، ما لعبتش معاه ما لعبش معاه لا خالص. ولا لعبت ضده؟ كان هو في السعوديه، ما كنت انا بقى ما لعبت لعبتش ضده ضده؟ كتير. لعبت ضده كتير. كان بتروجيت والمقصه والانتاج. طب شايف مين الامهر، شيكابالا ولا ايمن حفني؟ ايمن حفني. ايمن حفني. اه ايمن حفني امهر من شيكابالا؟ يعني تحب الكرة تيجي في رجل ايمن ايمن حفني؟ حفني. طب ايه الفرق بين ايمن حفني وشيكابالا؟ ايمن حفني عامل زي نفس ستايل ميسي بالظبط. ايمن ما تعرفش يعمل ايه. ايمن ياخد الكوره ممكن يعدي من 2 3 4 5 ساعات بسهوله. انت دلوقتي ما جيت اقول لك شيكابالا وميسي قلت لي لا، ده دي مقارنه. انت بتقارن دلوقتي ايمن حفني بميسي؟ لا بقول لك ايمن عامل زي ميسي. عامل زي ميسي. ميسي بياخد الكوره عارف اللي هو هيعدي من ده وده. ايمن حفني عارف اللي هو هيرقصك كده زي ما ميسي، وهيرقصك برده من الناحيه، وانت عارف اللي هو هيرقصك من الناحيه دي وهيرقصك برده. مم. دي موهبه. دي موهبه. دي موهبه طبعا. طب دلوقتي لو انت عايز يعني لاعب، تمام، انت هتقول لنا على لاعب، يعني هديك كده سؤال. لو بالنسبه لك افضل لاعب في الدوري المصري يعني، حاليا لو ولا الفتره اللي هتختار، لعبت لا فيها؟ هتختار افضل لاعب من الاماكن اللي اقول لك عليها، اكتر واحد مهاري يكون مين؟ يعني هخلي لك لاعب، اخليه زي كوكتيل كده، اللي هو اكتر واحد بيلعب براسه هو مين؟ لو لاعب هتختاره مفيش انت. لاعب متكامل مفيش لاعب متكامل طبعا. مفيش لاعب متكامل. مفيش لاعب لو مش متكامل. لاعب متكامل مش هيلعب في مصر. هلعب فين؟ هيلعب في اي حته بره مصر. بما انك بقى زملكاوي، شايف اللي حصل الفتره الاخيره، زيزو تجديد العقد والعرض السعودي النيوم، الارقام الكبيره اللي جت لزيزو، شايف ان زيزو كان يمشي ولا الافضل اللي هو كمل؟ انا شايف كان يمشي. كان يمشي. اه ليه بقى؟ ليه؟ زيزو لعيب كبير طبعا، كل حاجه ما حدش يختلف عليه. بس النادي كان هيفك الازمات اللي هو فيها. دي حاجه. مم. كان هيجيبوا صفقات كويسه. حاجه تانية ان زيزو هيقعد يلعب في الزمالك هياخد له مبلغ، مش هياخد نفس المبلغ اللي هياخده هناك في السعوديه. مم. تمام. هو بيحب نادي الزمالك وشايل نادي الزمالك وبيحب جماهير نادي الزمالك. ماشي. انا بتكلم كمصلحه النادي. مصلحه النادي. فمصلحه النادي كان هو يمشي. ومصلحه اللاعب. الكوره ما بتقفش على حد. الكره ما بتقفش على حد. طبعا. بس شايف ان كانت الزمالك. توقف على ابو تريكه وعصام الحضري واحمد فتحي ومحمد شوقي وحسني عبد رب والجيل الذهبي بتاع 2006 بتاع المعلم حسن شحاته و2008 و2010. مم. كانت وقفت على الناس دي. محمد زيدان ومتعب وعمرو زكي، مش عايز انسى حد. حلو. كانت وقفت على الناس دي. ما تقفش على حد الكوره يا كابتن. انت شايف ان كان زيزو لازم يمشي؟ اه تمام. طيب بالنسبه للي انت كلاعب كنت لاعب في بتروجيت، بعد كده رحت نادي الزمالك، واكيد طبعا السبوت كان عالي عليك واعلام وشهره، بعد كده محمد رمضان مشي من الزمالك، رحت المقص. رحت المقص. انت بقى كلاعب بعد ما بيمشي من الزمالك بتحس بايه؟ انت كنت لعبت يعني بتلعب كنادي جماهيري عموما يعني. طيب ما هو مش نادي الزمالك. جماهيري طبعا في اي حته. النادي الجماهيري يفرق معاك في اي حاجه. مم. فنادي المقص كان نادي كبير برضه. كنت رحت، انا رحت برضه مع العمالقه في نادي المقص. كان في عزه. تمام. كان محمد عبد السلام والاستاذ محمد مجدي. اه طبعا استاذ محمد. كانت انهم كلهم هناك، وكانت لعيبه جامده جدا. مم. كان معايا منتخب. كابتن هاني سعيد وشريف حازم وطه عادل ودبش وعصام صبحي لعيبه كان ناس لعيبه كتير، ومحمد دسوقي وبيكلي وفوافي تمام. وريكو، لعيبه كتيره جدا. طب حسيت ان الدنيا السبوت قال عليك؟ لا لا ما حصلش حاجه يعني، لا. ما حسيتش بفرق لا حسيت بفرق بس في الجماهيريه بس. جماهيريه. اه تمام. بالعكس انا كنت باخد في المقصه فلوس اعلى من الزمالك لو هحسبها أعلى؟ فلوس. المقصه كان بيدي اعلى من الزمالك؟ اه ليه انت كنت بتاخد كام في الزمالك؟ عشان ده اسرار ما تقلش. اسرار ما تقعدش. تقلش على الهوا. ماشي. بيقول لك اقول لك على كل حاجه اللي على الهوا. لا ماشي خلاص، هنعدي دي. ماشي. طيب بالنسبه انت لعبت في بتروجيت ولعبت في انديه خارج الزمالك، ولعبت في الزمالك وبعد كده رحت المقصه ولعبت في كذا نادي والانتاج وهكذا، هل انت كلاعب بقى ما كنت في الزمالك، او انت شايف عشان انك اللي انت في الزمالك ما لعبتش كتير يعني؟ ما لعبتش خالص بيفرق. اصلا، مش كتير. انا ما بيفرق. لعبتش غير ماتشات وديه بس. ودخلت معاهم ودية. ماتشين ما لعبتش فيهم. ما كنتش بتقعد دكه؟ ما لعبتش ماتش. ايوه ما لعبتش ماتش، بس انت لعبتش ما ماتش. كنتش بتقعد دكه. دخلت ماتشين طلعت بره ال 20 بره ال 18. كان 18 ساعتها مش 20. يعني انت ما دخلتش اصلا اي لا. ماتش؟ كنت جبت الهدايا وخلصت نفسك. لا هلعب بمجهود. اجيب لي اديك حاجه ليه؟ انت مش ليه تستفاد مني يعني؟ انا جيت النادي الزمالك دفع فيها فلوس ولاعيبه عشان افيد النادي. تمام. طيب انت بقى شايف معامله التحكيم هل بيفرق في الزمالك عن الانديه التانيه ولا لا؟ لا ما حدش. انا حكم عايز انجح. اه انت اعلامي عاوز تنجح. دي مدرب عاوز ينجح. فانا عايز انجح مصلحتي. حلو. فانا مش هاجي مصلحتي خد قالوا الزمالك مش هيفيدوني بحاجه. يعني الكلام ده ما لا مش الكلام ده. لا اي مدرب او اي حكم عاوز يطلع عاوز يبقى احسن حاجه، احسن حد في الدنيا. تمام.
فلا الكلام ده لا مفيش الكلام ده، سيبك من الاعلام وكلام الناس. ماشي. طب بالنسبه بقى للناس اللي بتتكلم بتقول ان في لعيبه بتبقى عصافير للمدير الفني والمجلس الاداره او رئيس النادي، هل في فتره من الفترات في اي نادي انت كنت متواجد فيه كان بيحصل الكلام ده؟ في كتير. نادي ايه؟ في. حصل معاك في الزمالك؟ اه. كان في عصافير في كان في الزمالك؟ حد بيروح يطلع يبلغ المستشار على كل حاجه. لعيب لعيب. مش هينفعوا الاسم. مش هينفع تقول اسمه؟ طبعا. كان بيقول له ايه؟ لا ما اعرفش بيقول له بقى. يعني اللي كل بيحصل حاجه. الكواليس اللي بتحصل في الاوضه بيروح يبلغها. كان كواليس بيجي هو بتحصل. بالاجتماع يقول لك حصل 1 2 3 امبارح. مين؟ مرتضى منصور؟ اه. يعني وانتوا كلاعيبه كنتوا عارفينه؟ اه. طب كنتوا بتتعاملوا معاه ازاي؟ نتكلم معاه عادي. كان بيلعب اساسي؟ لا ما كانش بيلعب اصلا. ما كانش بيلعب. ودي الظاهره الغريبه. طب هو مستفيد ايه؟ انا مش عارف. ممكن بقى يكسب بونت بس ما اعرفش. طب بس كمل في الزمالك سنين كتيره؟ كمل 3 سنين بعد ما مشيت. اصلا؟ طيب. فمش. طب وده كان لعيب يعني اسمه كبير؟ اه. هو لعيب موهوب سبحان الله. موهوب. فانا مش هينفع اقول اسمه. طب ليه يعني؟ لا مستحيل اقول اسمه. كنت قلت على اسم المدرب اللي قال لي كذا. انت شكلك خايف. لا ما عمري ما بخاف من حد. ما بخافش من حد الحمد لله، بس ما بحبش يزعل حد مني. امم. فعايز بقى تبقى في احترام بيننا وبين بعضينا، ممكن اقابله في اي حته تاني. طب ايه مثلا موقف حصل كبير وهو طلع بلغه لمرتضى منصور؟ مش فاكر. مبلغ حصل كبير في الاوضه يعني وبلغه. حصل حاجه كبيره. كانت حصلت مشكله بكده، خناقه كبيره، واحنا حابين نلم الدور مع بعض مع كان اللعيبه. مين ومين؟ كان الونش ورؤى باين. حلو. مش متذكر. اتخانقوا مع فلمينا بعض. الدنيا لمينا تنشنت ملعب عادي في الملعب، فزعقوا مع هم بعض في رؤى الاوضه. والونش اصحاب جدا. فنفذت ملعب عادي. اه. فنفذوا مع بعض وبتاع، فالدنيا لمينا الدنيا، فهو كلامه سل. حلو. ونش ورؤى عملوا ايه بقى؟ هيعملوا. هم عارفين اللي بلغ مثلا رمضان. اه. هيعملوا مع رمضان. بس يبقى كله بيقلق منه بقى. طبعا. فالحاجات الموضوع اللي هو خطير وبتاع ما نتكلمش فيه. عشان عارفين اللي هو هيوصل. وفي لعيبه كانت ذكيه بتشغل مخها. ايه بقى؟ لو حاجه عايزه توصل للاداره تبقى يقولوا قدام، عشان هو عارف اللي هو اللي بيوصل. بجد والله؟ والله. زي ايه مثلا؟ والله حاجات كتير بتحصل قدامنا غريبه. هي الكوره كده يعني، في الحلو وفي الوحش. بس فعلا حوار العصافير ده طلع موجود في كل حته، مش في الزمالك بس. طب ايه تاني موقف؟ كل الانديه. كل الانديه؟ في انديه كتيره. في كل الانديه. يعني مثلا موقف ايه ممكن تلاقي مش من اللاعب، ممكن تلاقي من العامل. عامل؟ ممكن تلاقي من العامل. احنا بنتكلم كلاعب يعني. انا بقول لك مش من اي حد، مش شرط اللعيبه بس. ممكن اداري. ممكن لو هو مدرب يجي عامل- يسمع ويروح مبلغ. طب لو هو الكوره عايز عامل- يكسب البونت. لا في الزمالك عموما يعني، لو هو عامل او مدرب، طب ما هو الاداره هي اللي بتحطه، فطبيعي يعني هيبقى برضه انا بياخد بتكلم العيب برضه ما انت بتسمي لي ليه دايما بتسمي لي الزمالك؟ مش بسمي لك. ما لعبت في 8 انديه، اشمعنى الزمالك كل شويه تسمي لي قول لي مين الزمالك؟ النادي التاني اللي كان حصل في انديه عصافير؟ كتير، في كل الانديه تلاقي كده. زي في كل الانديه. ما انت لعبت مع بتروجيت انا لعبت في الانتاج الحربي، كان في كده. مين بقى، مدرب ولا عامل؟ لا عامل. عامل. كان كل كان يقعد حاجه. مع اللعيبه يسمع الكلام من اللعيبه اللي يطلع، اللي هو اشرف اللي بلغ اللي هو اشرف عامر يبلغ كل حاجه. هي الكوره كده. كوره كده. طبعا. خلال حواراتي مع اي لعيب او بنتكلم مع اي لعيب، دايما بيتكلم ان اللي مبوظ السوق في مصر في انتقالات اللعيبه والاسعار العاليه والكلام ده الوكلاء. انت شايف ايه؟ طبعا 80% مبوظين الكوره في مصر الوكلاء. 80% ايه؟ مبوظين الكوره في مصر الوكلاء. مبوظين الكوره. مفيش مواهب. مفيش مواهب بجد. بس مبوظين دي كبيره قوي. بقول لك مبوظين الدنيا، مبوظين الكوره في مصر. ليه بقى؟ هديك مثل بيا انا. حلو. انا العب في 10 انديه دوري ممتاز. ماشي. تمام كده. واثنين ماشي 33 سنه. حلو. تمام كده. مش لاقي حته اروح. مش لاقي حته تروح. خد بعد الاسم ده كله منتخب عسكري، كاس عالم، ومنتخب محلي، مش لاقي حته اروح. وفي وكلاء كانت بتتمنى انها ترن عليا، فبكلمها ما بتردش عليا. ما تردش عليك. بس ممكن يشوفوا ان انت ادائك ما بقاش زي الاول، مش محمد السن مجرد رقم. في لعيبه في الدوري الممتاز بتلعب عندها 40 سنه غير الاهلي والزمالك، في انديه ثانيه برضه 39 سنه بيلعبوا. طب وشايف ده اداء؟ احكم عليا في الملعب. تمام. ما دي سنه الحياه، ما طبيعي ان انا اكبر، ما طبيعي اي حد كده. فانا بقول لك الكوره في مصر، الوكلاء في مصر مبوظين الكوره في مصر، مفيش مواهب. عدي على دي كده مش هتلاقي 20 15 لاعب موهوب في مصر. لا بمعنى ايه مبوظينها؟ هقول لك بمعنى ايه. انا مثلا عايز اروح مثلا عايز اخش مثلا عند حامد. ماشي. فمش هيدخلني عند حامد غير الاستاذ مصطفى. ماشي. فاي حد غير الاستاذ مصطفى مش عارف يدخلني عند حامد. هي الكوره بقى كده. قصدك ان الوكلاء مع مجالس الادارات بالظبط، مع مدربين، مع مدربين في بيزنس طبعا.
وهل ده طبيعي ان يبقى في بيزنس ما بين مدرب ووكيل لا واداره؟ فالكوره لا. في الكوره لا. اه بس ده بيحصل في مصر. في كتير طبعا. بدل اقول لك امثله كتير. خالد قمر اعتزل. حلو. خالد قمر بيلعب. خالد قمر هداف ولاعب كبير واسم كبير. انا عايز اقول لك احسن من لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز دلوقتي حاليا. طب وانت شايف نفسك خالد قمر احسن من لعيبه في طبعا الدوري الممتاز؟ طبعا. تقدر تلعب في انديه مين؟ اول 5 انديه ولا؟ العب في اي حته، انا ما بخافش من حد، واثق في قدراتي. اه. وانا بقول لك لو لعبت في الزمالك ماتش ما كنتش هطلع من الملعب، انا كنت بقى في حته تانية. مش هنتكلم على اللي احنا فيه دلوقتي، ما انا خلاص بقول لك بقى ماضي. اه. انت دلوقتي شايف ان انت اول 5 انديه في الدوري تقدر تكون موجود في واحد منهم؟ العب. دي المشكله. يعني ترتيب الدوري الاهلي، بيراميدز، يعني انت شايف ممكن تبقى في المصري او زد او بنك الاهلي او كلهم بيلعبوا الاتحاد؟ في الخمس ست دول كلهم اصحاب اه. وبيلعبوا عادي ماشي. احسن مني فيه يعني، هو السن مجرد رقم. وفي ناس عندهم يعدوا 35 سنه بيلعبوا، 34 سنه بيلعبوا. صح انا 33 سنه. هو انا عشان مش لازم اطلع اطبل واطلع اتكلم واعمل. لا مش طب كده. بقى لمين؟ اي حد ما هو بيطبله زي ما اي حد بيطبل. انا ممكن اطلع اتكلم في الاعلام زي ما انا ساعات اطلع في الاعلام كتير، انا ما بحبش اطلع في الاعلام. حلو. لا اللعيبه اللي موجوده دي بتطبل مثلا، قصدك لمين؟ بيطبلوا زي ما بيطبلوا بقى، مش بتكلم على اللعيبه بتطبل. اه. بتكلم على الوكلاء. الوكلاء. يعني دلوقتي مع رمضان مش مطلوب، حلو. ما بيكلموش رمضان. حامد مش مطلوب، ما بيكلموش حامد. امم. طب شايف اسعار اللعيبه اصلا كمرتبات للاعب وكفلوس بتدفع للانديه في الصفقات، شايف ان ده طبيعي؟ لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. انا لو الفلوس دي، لو انا كنت بقيم بتروجيت انا كنت خدت 30 مليون في السنه لو انت كنت في بتروجيت في عزي. في لما كنت عزك بتروجيت كده كنت تاخد 30 مليون في كنت اخد السنه. مليون 30 في السنه. بتروجيت كان ياخد كام؟ كان ياخد له ولا حاجه 2 مليون دولار. 2 مليون دولار. اه انت كنت تبقى اغلى صفقه. اه. مش كلام. مش كلام. عشان انا كنت في حته تانية. بتروجيت فعلا منتخب حته. عسكري ومنتخب محليين ولعبت، وجالي انديه كتيره. كان 6 انديه بيتخانقوا عليا انا وبتشروه. فاما جالي الزمالك ما قدرتش افكر، ما قدرتش خلاص. شايف دلوقتي اغلى لاعب في مصر يساوي كام؟ لا المبالغ كانت صراحه بقت مبالغ من فيها كام أوي. الفتره الحاليه دي؟ اه انا شايف احسن لاعب في مصر من وجهه نظري زيزو. هو اللاعب اللي يستحق. وياخد كام؟ هو اللاعب اللي يستحق اي مبلغ. اي مبلغ؟ طبعا. هداف وبيهاجم وبيدافع بيعمل اجوان. لا لا زيزو في حته طفره طفره. كده. طب طبعا. مين تاني احسن لاعب في مصر بعد زيزو؟ في اللي انا بحبهم وبحب اتفرج عليه قفشه. قفشه. طبعا. شايف ان قفشه. قفشه لما عبرين فيها وما اتكلم اه. قال لك فعلا هو مظلوم، فعلا هو مظلوم. قفشه في ماتش السوبر الزمالك الاهلي والزمالك على ما اعتقد أيوة. نزل جاب جون وعمل جول. دي حقيقه. فادوا اللي احسن لاعب في الماتش، مش هو، واحد تاني خالص غيره هو. الكوره ماشيه شايف ازاي؟ اصلا جائزه افضل لاعب دي اصلا يعني شايفها عادله؟ لا طبعا. لا. انا اعرف احسن لاعب ياخدها بالاداء، بيعمل اسيستات بيجيب اجوان. انا اعرف ناس بتقعد تعمل تكانك وتقعد تضرب وبتجري وبتعمل، وواحد عامل جون وجاب جون او حتى عامل اسيست يقول لك لا ده اللي بيجري وبيضرب. طب انت بتضرب قيمته بيه يعني؟ ما عادش حاجه، الراجل بيجري، ما كلنا بنجري. بدي عمل جون وحط وعمل جون وجاب جون. هو يستحق كسب فرقته. انا شايف الاختيارات افضل لاعب دي مش طبيعيه. زي ما اشتري عفشه على كده مع ابراهيم فايق فعلا. ايوه طلع كده مظلوم مع الزمالك فعلا. ايوه طبعا. امم. واشرف يتكلم بطبيعته. لا فعلا مظلوم. مظلوم. شايف اللي هو اللي يستحق انه يلعب اساسي. ايوه. طب يلعب على مين في الفتره الاهلي؟ دي يلعب على اي حد. يلعب على امام عاشور. يلعب على امام عاشور مركز قفشه 10، امام ماشي. 8. امام احسن 8 في مصر. احسن ثانيه في مصر. محدش يختلف عليه. طب يلعب على 10 مكان مين بقى في الاهلي؟ لو هو 10 محدش بيلعب 10 غيره في النادي الاهلي. طيب. لو بيلعب ب 10 بس هو الراجل بيلعب ب3 ما بيلعبش ب2. طيب يلعب بقى على مين في الثلاثه؟ لو لعب مثلا باكرم وامام، قفشه يلعب بنطفئيه. قفشه. اللعيب الكل لازم يبقى موجود في الملعب، هو الحل ليك. اه. هو اللي يلعب الفيرود، يلعب الفيرود، يلعب الهاف، يطلع يلعب الفرقه، ينزل يستلم الكوره ما بيخافش. انا لازم لعيب 10 يكون موهوب، لازم يبقى في الملعب، لعيب الكوره لازم يبقى في طب الملعب. انت شايف ان قفشه يكمل في الاهلي ولا يمشي؟ انا كشايف في قفشه محمد رمضان يمشي. يمشي. يروح فين؟ احسن فتره يطلع بره فيه. يطلع بره. يأمن مستقبله بقى. كان عشان بيحب قفشه. طبعا قفشه حبيبي جدا. فيكمل مستقبله يطلع بقى. هو بيلعب في الاهلي دلوقتي مكسر الدنيا، فالفرصه الحلوه جات له عشان يمشي. طب لو طلع بره جاله زمالك او بيراميدز، يروح زمالك او بيراميدز؟ لا ما يمشيش. ما يمشيش. الاهلي دوله. اه. محدش عايز يلعب في الاهلي ويمشي يروح اهلي ويروح زمالك او بيراميدز، الا بقى اللي بيحسب في حته ثانيه فلوس. طب ما رمضان راح. لا دي حسبه ثانيه خالص. لو انا منه ما امشيش من الاهلي. لو من مين؟ من رمضان صبحي. رمضان صبحي طبعا. اكبر غلطه في حياته. اكبر غلطه في حياته. سنه صغير
بيلعب في احسن نادي في افريقيا، واخد بطولات، بيلعب منتخب مصر، فلوس بياخد، هيزود عقده وهياخد حاجات. كده كده الفلوس انت كده كده هتعملها. طب شفت ان امام عاشور يروح من الزمالك ويسافر بره ويرجع على الاهلي، كان كان صح ولا غلط؟ هو من وجهه نظره صح، وانت بس من امام وجهة مش نظرك؟ زملكاوي. امام مش زملكاوي؟ ايوه طبعا. امال الفيديوهات اللي كان بيطلع لا يقول فيها اي كلام، والكلام اللي ده يقولوا ايه؟ يقولوا اللي يجي ايه. لا ده فيديو صوت وصوره. لا لا عادي. الزملكاوي شيكا، فتوح، اه الونش، طارق حامد، الناس دي امام، بس زملكاويه. استنى بس، امام مش زملكاوي؟ لا ازاي؟ لا مش زملكاوي. طب ما تقول لي. شيكا بقى طلع كلام مع ابراهيم فقال لك كده، مش اه. زملكاوي. مم. لا انا بقول انت شايف مالناش علاقه، لا مش انا كلامك بقول انت. لك لا مش زملكاوي. مم. لا مش زملكاوي. مش زملكاوي. الزملكاوي شيكا، فتوح، الونش، طارق حامد، الناس دي بتموت في نادي الزمالك، مم. بيعشقوا جماهير نادي الزمالك. لا طب لو تقول لي امام كلمه تقول له ايه؟ يعني انت شايف برضو ان امام مثلا يروح الاهلي بعد ما كان مع الزمالك، انا بتكلم بقى في كونسبت الزمالك او اهلي، لعيب بيروح ويبوس التيشيرت والعلم ويقعد يهبط على اسمه ومش عارف ايه ويروح للجماهير وكل الكلام ده، وفي الاخر يروح للنادي التاني ويعمل نفس الكلام، انت شايفه ده ازاي؟ اكل عيشه. اكل عيشه؟ طبعا اكل عيشه، الراجل بيلعب في نادي الزمالك بيفضل نادي الزمالك، بيلعب في نادي الاهلي هيوقف في النادي الاهلي معروف. زي ما انا رحت بتروجيت، اه. كسرت الدنيا بتروجيت، فرحت الزمالك عاوز انجح، فما ربنا ما قدرش ما نجحتش، فرحت لا انا المقص عاوز انجح. بتكلم ده، لا يعني اصل امام غير اي حد، امام ده اهلي وده زمالك، وهو في الزمالك مش من اللعيب مثلا الهادي، يعني مثلا الونش مثلا من اللعيبه الهادي، عمره ما بيطلع يشتم، عمره ما بيطلع يتكلم على حد وحش، فتوح نفس الكلام. طبعا انا بتكلم في كونسبت اللعيب اللي بيروح للجمهور وبيغني معاهم وبعد كده يروح نادي تاني وبرضه يغني مع الجمهور وهكذا، هي عاده فيه بقى. دي عاده فيه. طبعا وخليه بيعمل في الزمالك كده يعمل في الاهلي كده، مم. فدي عاده فيه. في لعيبه ما بتحبش تروح للجمهور والكلام ده، الجمهور بيقول لهم بيوصلوا معلومه وبيمشوا. شايف قرار امام كان صح ومن وجهه نظره هو صح. من وجهه نظرك انت؟ كرمضان. اه. لا اللي هو غلط. يروح النادي الاهلي. لا غلط. غلط هو ليه؟ وعد المستشار اللي هو هيسافر هيحترف، ولو رجع مصر هيلعب في الزمالك. حلو. كده انت خنت بقى، كده انت خنت الكلمه، خنت كلمتك كده مع الراجل كمحمد كلمة. رمضان. اه طبعا. انا قلت لحمد انا جاي النهارده وما جيتش. ماشي، بس هو راح الاهلي وخد كل حاجه، يعني واخد هو بقى افريقيا. كان في ترتيب للكلام ده. في ترتيب. اكيد. مم. انا وعدت المستشار انا هروح احترف بره، انا صغير وانا زي ابنك وماشي. بس هو بيقول اللي هو جه الزمالك واستناهم اللي هم يفعلوا معاه العقد، والزمالك ما عملش حاجه. مين اللي بيقول؟ هو امام. انا ما اعرفش عن المعلومه دي. لا ما هو جه الزمالك وكان موجود في التدريبات لو تفتكر، كان بيجي ساعه ما مش متذكر ساب الصراحه. ميتلين كان موجود في التدريبات مع الزمالك، وبعد كده حصل الموضوع بتاع الاهلي، لا ما عنديش معلومه عن الموضوع، مش ما اكدبش. وقال ان الزمالك هو اللي ما دفعش الفلوس لميتلين. ما عنديش انا معلومه عن الموضوع ده الصراحه. مالكش معلومه؟ لا الصراحه عشان ما اقولش اي كلام يعني. محمد رمضان دلوقتي بقى، انت في السعوديه ولا هنا في مصر ولا هتلعب درجه تانية ولا ايه بالظبط؟ انا كنت في السعوديه في نادي الذهب. الذهب. اه فرجعت، والدي تعب شويه فتوفى، فما سافرتش بقى تاني. بقول الله. قدام الله موته. فقاعد قاعد. فقاعد لحد دلوقتي قاعد. فبتمرن وبس بشتغل مع مدرب وبتمرن كويس فورمه، زي ما بقول لحضرتك كده. طب انت مستني تروح دوري ممتاز ولا؟ والله بشوف. ده انا مش جاي حاجه الصراحه. مش جالك حاجه دوري ممتاز؟ عشان ما بقاش كداب يعني. اه. مش يلعب وبقى حتى بتكلم ممكن ما بردوش عليا، كان يتمنوا ان انا ارن عليهم. اه. طب والدرجه التانية في حاجه ولا انت مش عايز تلعب درجه تانية؟ لا مش عايز العب درجه تانيه. مش هتلعب درجه لا تانية؟ لا درجه تانيه محترفين يعني. اه. ما هو الدرجه التانيه محترفين هم الانديه الكويسه بس اللي تلعب، يعني الترسانه، دجله، مين تاني اللي هم بينافسوا الترسانه دجله، في فرقه كده انا ناسيها. في مقاولين. المنصوره وفي المقاولين دلوقتي اه وهكذا. الفرقه دي اللي كويسه، بس فكل مم. الفرق التانيه شبه بعض. هو الدوري الممتاز كلها الفرق كلها شبه بعض باستثناء اهلي وزمالك امم. وبيراميدز عشان الفلوس بس. بقى كل تمام. الفرق بعد كده كلها شبه بعض. حلو. مش عارف بقى في الدرجه التانيه. بس انت يعني نفسيا تلعب عادي درجه تانية ولا رافض ان انت تلعب درجه تانية؟ رافض. انا عندي اسافر احسن. تسافر احسن. انا جاي لي عرض من ليبيا فلسه بفكر. جالك عرض من الليل. فعلا. دوري ممتاز ولا؟ لا درجه تانيه. درجه تانية. يعني انت بالنسبه لك تلعب درجه تانية بره افضل ما تلعب هنا في مصر؟ لو انديه في مصر نادي كويس في محترفين العب مش مشكله، بس نادي كويس زي ما قلت لك الانديه اللي سميتها لك كده بتنافس. تنافس. مش هروح فرقه بقى بتقضي غرض اللي هي تقعد في الدوري بتاع. ما بحبش اروح على فرقه ما تنجحش لقب. شايف الانتقادات اللي بتتقال ان الزمالك دلوقتي في عبد الله السعيد وفي شيكابالا وناس كسنا الكبار طبعا كقيمه في الملعب قيمه كبيره، شايف الانتقادات دي ازاي؟ لا ده اساطير دول ما حدش يتكلم عليهم. اساطير طبعا. شيكابالا وعبد الله السعيد في حته تانيه، من احسن اتنين اللي لعبوا كوره 10 في مصر هم. طب شايف ان لعيبه بالكواليتي ده وفي السن ده لسه بيلعبوا، ده مؤشر لايه؟
مؤشر هم بيلعبوا. السن مجرد رقم زي ما قلت لا لك. مش مؤشر ان مفيش لعيبه. مفيش لعيبه اولا، وهم ثاني حاجه هم قادرين يلعبوا، بيدوا. هو شايف اللي هو بيدي في الملعب. حلو. عبد الله السعيد الناس بتصيف في الساحل وهنا وهنا، وهو راجل بيتمرن. ده حقيقه. هو شايف اللي هو هيدي مم. فهيدي. فانا لسه بقول لك من شويه السن مجرد رقم. مم. فما تحكمش عليه عشان 33 سنه ان انا مش قادر العب. طب اللي عنده 40 سنه، طب ما الراجل بيدي في الملعب. ليه بقى كلمت دي في السن ودي مش في السن؟ حلو. شايف تجربه الكابتن حسام حسن مع المنتخب ازاي؟ حسام حسن ان شاء الله هينجح مع المنتخب. انا هينجح. بحب الكابتن حسام حسن من اول ما اكتشفني. اول ما اكتشفك هو اللي اكتشفك؟ كان عندي ماتش مع نجوم المستقبل، اه. فكنت بلعب الزمالك في الكاس، حلو. فانا اللي عملت الجول. حلو. بس كنت انا كابتن الفرقه، فانا كنت رايح مع الاتحاد. مم. فرحت وقعدت، بس حصل خلاف بين النادي الاداره نجوم المستقبل استاذ محمد الطويله ورئيس النادي بتاع الاتحاد بيعمل عقود غريبه. ما حصلش نصيب وبتاع. فرحت راح بتروجيت. فاول ما اكتشفني كابتن حسام حسن. هو اللي اكتشفك. فانا بحب كابتن حسام حسن، عايز ربنا يكرمه وينجح. مم. مش انا عاوز اقول له من خلالك اللي هو ما يسمعش لحد، يركز في شغله بس. يعني ما يسمعش لحد. ما يسمعش لاي حد. اللي هو جو تعاقده مع مدرب فني مش عارف بتاع منتخب الناشئين الشباب ده. وكالي اللي هو لا بيدرب منتخب. مدرب كويس كل حاجه، ما مسكش منتخب مصر. ما يمسكش منتخب طبعا. مصر. وايه تاني؟ هو اي بيلعب حد جاي يمسك كويس. منتخب مصر يمشي. منتخب مصر قيمه كبيره واسم كبير. راجل محقق افريقيا او ابطال كتير، بطولات كتير. بس المنتخب طبعا. بقالنا كتير قوي ما خدناش افريقيا من 2010. مش ما خدناه 3 سنين ورا بعض. ماشي. ما فيش نادي في افريقيا كلها عملها. يعني انت شايف ان الكابتن حسام حسن يقدر ياخد افريقيا؟ يقدر. يقدر. طب شايف ايه اللي اتعمل للكابتن حسام حسن يتوفر له عشان يحصل كده؟ كابتن حسام الفتره اللي هو فيها دي معاش اللعيبه اللي زي 2006 و2008 و2010. مش معاه اللعيبه. طبعا. يعني انت الجيل بتاع 2008 2010 اقوى من الجيل الحالي؟ طبعا بكتير. بالعكس الجيل ده ما وصلش كاس عالم، والجيل ده وصل كاس عالم. طب ماشي، ما انا رايح اسالك. فانا بقول لك، فالجيل كابتن حسام معانا بتاع اللعيبه مش هم اللعيبه بتاع 2006 2008 2010. كانوا منتخب، كانوا ثلاث فرق مش فرقه واحده. دلوقتي شيل محمد صلاح من المنتخب، مش المنتخب مش هيروح للجول. مش هيروح للجول طبعا. تقيم كابتن حسام حسن في الماتشات اللي فاتت تديله كام من 10؟ 6. 6 من 10؟ مع انك انت بتحبه وعايزه ينجح. اقول الصراحه. طب 6 من 10 ليه؟ 6. ليه؟ 6 في ماتشات كسبها كانت صعبه. حلو. كان لسه الاجواء، وكان لسه اللعيبه، وكان في لعيبه لسه تيجي المنتخب، ولاعيبه لسه ما اتجمعش، وراجل ما لحقش اصلا. الراجل اتمرن قبلها باسبوعين ولا ب 10 ايام، مفيش وقت. تمام. مفيش انسجام بين اللعيبه، ما خدوش على بعض، ومفيش اتوش على بعض، فهو الدنيا. فانا بالنسبه لي هو 6 كويس. تمام. طب شايف ان محمد عبد المنعم يعتذر عن الحضور لمنتخب مصر، شايفها ازاي؟ هو شايف من وجهه نظره اللي هو عايز يركز مع فرقته، بس انا مش معاه. مش معاه؟ طبعا ده بلدي. محمد صلاح بيلعب في ليفربول والتاريخ والاسطوره، فراجل جه. طبعا دي ما تقيمش باي حد، بس الراجل جه. دي في حته ثانيه فعلا. طب تقول لي ايه لمحمد عبد المنعم؟ اقول له لا، انت اخطات في قرارك. اخطات. لو هو صاحب القرار، هو اخطا في قراره فعلا. اخطا. طبعا المنتخب ما قالوش لا، ده بلدك، بتمثل بلدك. فما قولش لا. اتبسطت بوجودك معانا رمضان، ودايما بستمتع بوجودي معاك. حبيبي يا كابتن، انا متشرف بحضرتك وبالبرنامج الناس المحترم اللي معاك، وانا سعيد جدا مع حضرتك يعني. ربنا يخليك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في كلام جامد مع حامد. انتظرونا في حلقات تانية كتير. سلام.